وأخيرا وصلت لوصفة بيتي صحية للمايونيز بالقوام واللون والطعم اللي انتوا مش شايفين الطعم، بس الشكل اللي شايفينه ده خطير. الوصفة دي والطريقة دي أنا ما شفتهاش في حتة، فأنا فكرت إزاي إنه نعمله بشكل صحي وما نخافش من موضوع البيض. يا ريت تشوفوا الفيديو، أنا مش مسرعاه وإن شاء الله هيعجبكم جدا جدا وأرجوكم جربوه. أول حاجة هنحتاج صفار بيضة ومعلقتين الا ربع نشا كبار اللي انتوا شايفينهم دول، ونص كوباية من اللبن، مش اكتر، ممكن اقل بس مش اكتر. هنقلب كل ده على البارد وهنحطه على النار بالظبط دقيقتين، وايدينا في التقليب. تمام، هيبقى ده شكله. هنقلب على نار هادية وهيبقى ده الشكل بتاعه كده. البيض استوى تماما كأننا بنعمل كاسترد. هنقلبه كويس، هنطلع بس منه البخار ولغاية لما يبقى كريمي شوية بحيث ان احنا نقدر نشتغل بيه. وبس كده. بصوا القوام عامل ازاي. هنفضل نقلب فيه كويس لغاية لما يبقى كريمي وبعدين نشتغل بيه على طول، مش محتاجين نسيبه يبرد. احنا على ما بنحط باقي المكونات بيكون تمام. هحطه بقى هنا في الكبة، يفضل كبة بلاش خلاط. هنصفي الكمية دي كلها وهنزود المكونات البسيطة اللي هقولكوا عليها دلوقتي. ربع كوباية من الزيت. تمام. وبعد كده عادي بتحصل نص ليمونة برضو بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. معلقة صغيرة مستردة وفلفل حسب الرغبة، لو حابين طعمه مش بيبان بس برضو انا بيزود نكهة وكمان بيداري على طعم البيض لو موجود. ومعلقة من الملح صغيرة ومعلقة من السكر. بس كده، مش هنعمل اي حاجة تانية. هنبدأ بقى ان احنا نخلطه في الكبة. هنضربه كويس جدا جدا وهتشوفوا انا مش مسرعة خالص، فانتوا هتشوفوا يعني التغير في القوام ازاي. شوية اللبن اللي في الجنب دول احتياطي بس مش هنحتاجهم. كده انا ضربته لأول مرة. هو بيتضرب مرتين. بنفضل نتابع بقى القوام بيتقل ازاي. بصوا لونه حلو جدا. عايزة اقول ملحوظة، لون الصفار بيفرق في النتيجة النهائية لون المايونيز، فلو بتستخدموا البيض الأورنج ده بلاش. لو مش عايزين المايونيز يبقى لونه مصفر زيادة، لكن لو الموضوع تمام معاكم خلاص. أنا بالنسبة لي بحب الأورنج ده، بس أنا هنا مستخدمة البيض العادي. بصوا بقى ده كده القوام في أول مرحلة من الخلط. تمام. طبعا ده قوة الخلط مع إن هو كان دافي فمطلع بخار. بصوا شكله تحفة. تاني مرة بقى وهتلاقوه وصل للقوام اللي احنا عايزينه. برضو يعني بنخلطه مثلا 50 ثانية، دقيقة، على حسب ما انتوا شايفين القوام. وبس كده. بصوا بقى شكله عامل ازاي ولونه خطير خطير. بصوا يا جماعة، انا الوصفة دي بجد قعدت فيها شهور، فياريت تجربوها. صدقوني مش هتشتروا المايونيز جاهز تاني، وهتاكلوه وانتوا مرتاح ضميركم، وهتاكلوه لولادكم كمان وانتوا مطمنين لانه ما فيهوش اي حاجة مضرة. مغذي وطبيعي. البيض مستوي، محتاجناش لبيض ني خالص. ده غير انه كمان اتعرض للنار فده بيزود مدة الصلاحية بتاعته. بصوا القوام جاهز ولا مش جاهز. خطير خطير خطير، حلو جدا. وبيتعمل بجد يعني 5 دقايق. الوصفة دي على فكرة بتكون جاهزة، هو ما بياخدش وقت خالص. وبالمناسبة دي عايزة اقول لكم بلاش تجربوا وصفة المايونيز اللي بالبيض المسلوق، مش ناجحة تماما وجربتها. فنصيحة وفروا على نفسكم ده. شايفين الجمال، شايفين القوام حلو قوي قوي. يعني الصوص ده بالذات المايونيز من الحاجات اللي كنت بجيبها كتير وانا متضايقة ومش عارفة اعمله. فيا ريت تجربوا الوصفة دي. واقدر اقول اني اخد فيها براءة اختراع لاني ما شفتش الطريقة دي للمايونيز قبل كده. جربوها ومستنية رأيكم، وإن شاء الله تعجبكم وتظبط معاكم. وأي أسئلة اكتبوها لي في التعليقات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة عجبتكم، وبألف هنا وشفا.